التعليق على مباراة انجلترا وفرنسا، وسنتحدث كذلك عن هذا التأهل التاريخي للمنتخب المغربي. عصام، بكل تأكيد الفرحة يعني ما بعدها فرحة لتأهل المنتخب المغربي لأول مرة لمنتخب عربي يصل إلى هذا الدور، أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من كأس العالم. أكيد إسلام، فرحة كبيرة، فرحة لا توصف. المستحيل ليس مغربيا في هذه البطولة. العرب في هذا المونديال أكدوا أنهم لديهم من القدرات متى آمنوا بحظوظهم، متى آمنوا بإمكانياتهم أن ينجحوا، وهذا يشمل كل المجالات بعيد عن الرياضة. فرحة لا توصف. الحمد لله أنه كعشاق لكرة القدم أو كداخل منظومة كرة القدم من خلال الإعلام والتعليق الرياضي عشنا يوم وعشنا فرحة في بهكذا حجم. الحقيقة قبل المونديال شيء لا يصدق، تسأل الصغار، تسأل الكبار، تسأل الشيوخ، تسأل النساء، ما يتصوروش انه في يوم منتخب عربي يوصل لنصف نهائي كاس العالم. نعم، كانت دائما ممكن مركب النقص وعقدة النقص هي اللي عاقتنا في كثير من المجالات. ان شاء الله النجاح المغربي في هذه البطولة باش يغير برشا اجيال وبرشا اشياء، وانا نقول على المباشر تحية للشخص بعينه في هذا التوقع وهذا التصور، هو جمال بالماضي مدرب الخضر، لما قال قادرين يقصد على الجزائر، ولكن المغرب والجزائر وتونس وكل العرب كيف قال سنصل الى نصف النهائي. وقت اخذت بعد اخر، شد نوع من التنمر، نوع من الاستهزاء، نوع من الضحك. كيفاش فريق عربي يوصل نصف نهائي كاس العالم؟ التاريخ اثبت ان العرب موجودين. تحيه للاسود، تحيه للمغرب. الان بالحق الان الشاي تجي مع الاكل، ويلزم نطمعوا في هذه الكاس لانها تفتح ابواب ولكن قد لا تتكرر. ما عملوا المنتخب المغربي اسلام شيء يدرس في كتب التاريخ. اقوى دفاع في تاريخ كاس العالم، هدف ما شاء الله بعد 5 مباريات، طيح البرتغال، طيح اسبانيا، طيح بلجيكا، تجاوز كرواتيا. والاكثر في النجاح أن المنتخب المغربي مثلا إذا اعتبرنا فاز كرواتيا، بلجيكا كانت محذرة ولكن أيضا لم تنتصر. إسبانيا كانت عينها على الأسود لأنهم وقفوا كرواتيا وبلجيكا ولكن نزحوهم. البرتغال كانت منتبهة جدا وقرأوا خطة الركراكي، ولكن مرة أخرى الأسود بالروح بالجماعية بالإمكانيات الفردية اللي فما نجحت. أنا جاي ونحكي مع مارسيل ديسايل باش نكونوا إن شاء الله في ماتش إنجلترا فرنسا بعد ساعة ونص تقريبا على بين سبورتس حصريا. قال لي كلمة، قال لي ما عمله الأسود شيء خرافي وأسطوري. قلت له علاش مارسيل؟ قال لي لأنه المنتخب المغربي الحقيقة ما كنتش نتصور اليوم على البرتغال على المستوى الذهني، على المستوى البدني، على مستوى القوة أنه يكونوا جاهزين مرة أخرى رغما عن الغيابات. المنتخب المغربي مازال ينجح. السر للركراكي واولاد الاسود ورجال المغرب لابد ان نبتعد عن التشبع. الان ما دام وصلت سيمي فاينل كل شيء جايز، كل شيء ممكن. انت في ارضك بين انصارك بين شعوبك، الكلنا وراك. وان شاء الله يوم 18 في عيد وطن قطر سيكون عيد لاوطان العرب. شكرا لك عصام الشوالي، معلق قنوات بين سبورتس والمعلق الذي تتولى مباراة انجلترا وفرنسا من استاد البيت. شكرا جزيلا لك.